ازاي تكوني صديقة لجوزك قبل ما تكوني زوجته؟ يقرب منك مش يخاف منك. في ست متجوزة لكن مش حاسة ان جوزها قريب منها، ولما بيحكي معاها مش بيرتاح معاها في الكلام، وساعات تحسي انك غريبة عنه. ليه؟ لان ببساطة انت مش صاحبته. والحقيقة اللي لازم كل واحدة فينا تفهمها ان قبل ما تبقي زوجة لازم تكوني صديقة. تعالي النهاردة نحكي مع بعض ازاي تصاحبي جوزك وتخليه لما يكون محتاج يحكي يجي يحكي لك مش يبعد عنك. تابعي الفيديو للنهاية عشان في حاجات كتير مهمة لازم تعرفيها. أنا آسيا عبد الرحمن ودي النضارة السوداء. يلا بينا. قبل ما نبدأ فيديو النهاردة نصلي على سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام، وما تنسوش لايك وشير ومتابعة للصفحة على الفيسبوك واشتراك في القناة على اليوتيوب. نبدأ فيديو النهاردة. كوني صديقة لجوزك، ده مش رفاهية، ده أمان. لما يبقى جوزك يشوفك صاحبة وصديقة قبل ما يشوفك زوجة، هيحكي لك عن تعبه من غير خوف، هيضحك معاكي، هيحب وقته وهو معاكي، هيتكلم معاكي وهو مرتاح في الكلام. الصداقة يعني مساحة مفتوحة بين طرفين من غير حكم ولا هجوم. للأسف كتير من الستات نسيوا الحتة دي، بقوا يفتكروا انهم لازم يوجهوا ويأمروا ويراقبوا، وده مش بيخلي الراجل يخاف، ده بيخلي الراجل يهرب منك. طب ليه الزوج بيبعد ويهرب؟ هقولك. كل ما يغلط تزعقي وتعاتبي وتفكريه بالغلطة كل مرة اللي غلطها وهو اعترف بغلطه، فطبيعي هيكتم جواه ومش هيتكلم تاني. هو مش خايف منك، هو خايف من اللي هيحصل بعد ما يحكي. حاجة كمان هتبعد الزوج، انك مش فاهماه. لما يجي يحكي لك عن شغله او عن مشكلة تقاطعيه او تحوري الموضوع، هيحس انه مش مسموع مش مفهوم فيسكت. واكتر حاجة بتبعد الزوج انك تهاجميه طول الوقت. كل حاجة انت غلط، اللبس، الاكل، الكلام، طريقته مع الولاد. فبدل ما يبقى البيت راحة يبقى البيت ضغط، فيهرب منه ومنك. واخر حاجة بتبعد الزوج انك تغيري عليه غيرة عمياء فيها انعدام ثقة. لو حصل معاه موقف في الشغل مع واحدة ست تعملي مشكلة، فبدل ما يتكلم يسكت، وبدل ما يقرب يبعد ويبدأ يخبي عليكي طول الوقت كل حاجة. لو وصلت معايا في الفيديو لحد هنا ما تنسيش لايك وشير ومتابعة للصفحة. ازاي بقى تصاحبي جوزك؟ تعالي وانا هقولك. افهميه قبل ما هو يفهمك، واسمعيه من غير ما تقاطعيه. في اوقات كتير بيكون محتاج يسمع نفسه، هو دلوقتي مش عايز يسمع نصايح، هو عايزك تكوني فاهماه من قبل ما يتكلم. شوف هو بيحب ايه وشاركيه اهتماماته. لو بيحب الكورة اسأليه عن الماتش، لو بيحب العربيات اتفرجي معاه على فيديوهات للعربيات. المهم تحسسيه انك مش بعيدة عن العالم بتاعه وعن اهتماماته. لو رجع البيت متأخر بدل ما تقولي انت اتأخرت ليه، قولي وحشتني النهاردة بس قلقت عليك. هي نفس الرسالة بس الطريقة مختلفة. كوني صديقة بتتكلم مش زوجة تخوف. خليه يحب البيت. لو دخل البيت مخنوق وتعبان ما تفتحيش معاه موضوعات تقيلة، استني يهدى وبعدين اتكلمي بهدوء. البيت هو المكان الوحيد اللي المفروض يلاقي فيه امان وهدوء. احفظي سره وما تفضحوش. لو حكالك عن اي حاجة خاصة ما تتقالش لأي حد، حتى مامتك او صاحبتك. الراجل دايما محتاج يحس انك كاتمة اسراره مش مصدر قلق. لما يغلط او يعند ما ترديش بسرعة وما تعليش صوتك عليه. عدي موجة الغضب وبعدها اتكلمي بهدوء. الصديقة بتعرف تختار امتى توقيت الكلام. وعايزة اقولك حاجة، اقعدي معاه وقولي له انا نفسي نكون اصحاب، نفسي تبقى صاحبي وصديقي مش بس جوزي، نفسي نحكي مع بعض من غير ما تحس اني هاجمك. الكلام الصريح بيريح وبيفتح ابواب. ادعميه في وقت تكوني حاسة فيه انه ضعيف. الصحبة الحقيقية بتقف معاه حتى لو وقع، وقوليله انا معاك حتى لو الدنيا كلها ضدك. الكلمة دي هتساوي عنده الدنيا. لو قالك هدي الاهل فلوس، هشتري لاخويا حاجة، هجيب لاختي حاجة، ادعميه وانت مقتنعة من جواكي. حطي نفسك مكانهم، هتكوني مبسوطة جدا لما ابنك يجيب لك حاجة، وبكده هتصاحبيه وهيقولك كل حاجة بدل ما يروح يشتري من وراكي وهيخبي عليكي. لو كل زوجة فهمت ان الصداقة اهم من السيطرة كانت بيوت كتير اتغيرت. الزوج مش محتاج زوجة مسيطرة، هو محتاج قلب حنين، عقل يسمع ويفهم، وظهر يسنده. لو عرف يلاقي ده فيكي مش هيهرب ولا يبعد ولا يخبي عليكي حاجة. خليكي صديقته قبل ما تكوني زوجته،
ولو عجبك الكلام ده شاركيه مع واحدة غيرك يمكن تكون محتاجة تسمعه. وسيبيلنا في التعليقات ايه اكتر حاجة بتحاولي تعمليها عشان تقربي من جوزك، وما تنسيش تعملي لايك وشير ومتابعة للصفحة، لان اللي جاي اقوى. وعايزة اقولك حاجة، ورا كل نضارة سودا في كلام كتير لسه ما اتقالش. سلام.